knelt to pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. صباح الخير البنات، لاباس عليكم كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا لاباس عليكم. مرحبا بكم عندي في القناه ديال ديجا كواباس، ومرحبا بكم كذلك في فيديو جديد. واليوم البنات غادي يكون روتيني بعد السفر اللي غنتهلا البنات في راسي. كما كتعرفوا بان شي واحد الا سافر وشي وحده الا سافرت، ولا نتوما الا سافرتوا راه كتبقى عليكم، راه ما يمكنش دي معاك الصابون بلدي ودي معاك الكيس ودي معاك المقشرات. يعني غتمشي واحد 4 ايام ولا 3 ايام فقط. شنو كتقولي غادي ندوش فقط حيد غير العرق وصافي، يعني ما غتحك رجليك، ما غديري حتى شي حاجه. الوغ البنات بما انني مشيت الازرو، يعني البلاصه ديال التراب، ومشيت عاوتاني البنات يعني الام الربيع، وكاينه الشمس والماء، ويعني وداك المنابع يعني فيهم الملحه. فما نعاودش لكم البنات كنحسرت بانني فريمون مسخه. البارح اول حاجه درتها هو انني غسلت شعري بالليل، لانني شعري الا كان موسخ بزاف فانا ما تيجينيش الناس، ما عرفتش في وسواس اللي بحال يخلي لي كومونتير. انا البنات ما غنبارطاجي معكم، يعني بما انني البنات غسلت شعري فانا البنات غادي نبارطاجي معكم الروتين ديال الوجهيه، كذلك البنات ديال رجليا ولاو حالتهم. غادي ندخل ان شاء الله باش ندوش ونشوفوا كذلك الروتين من بعد الحمام كيفاش غادي يكون. مي قبل البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد الحويجات اللي وصلوني وانا مسافره. جاب الله كاين خويا في الدار، يعني نيابه عني يعني كياخذ من عند الليفرور. الوغ البنات غادي نبارطاجي معكم واحد لي بارفان اللي دومونديت عليهم بما ان اختي اللي في اسبانيا كاينه هنايا، اللي هما البنات هما هادو. شوفوا البنات 5 ديال الروايح خديتهم البنات من عند يومار كوليكشن. هذه البنات واحد لا مارك اللي كتجيب لك لا مارك ديال الريحه يعني نفسها، في عوض انت ما تقدريش تاخدي كوكو شانيل، ولا ما تقدريش تاخدي تريزور، ولا ما تقدريش تاخدي جادور يعني اوريجينال. هاد لا مارك يعني كتعطيك تقريبا يعني بحال نقولوا النسخه الثانيه ديال ديك الريحه. بالنسبه لهاد لا مارك انا خديتها من عند واحد الصفحه في الانستغرام اللي سميتها فلور بارفوم شوب. فبالنسبه لي انا البنات شنو خديت البنات تريزور. كنحماق على تريزور البنات. تتعجبني امنيتي نجرب الاصليه ديالها. والله البنات كما كتشوفوا هي هذه، دائما كيبقى الشكل ديالها هو الشكل ديالها، كيبقى اللون ديالها هو اللون ديالها. واو البنات غزاله. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. وخديت من عندها كذلك البنات شانيل مادموزيل اللي هي ديال البنات. الريحه هي ديالها زوينه. شوفوا البنات ملي وصلوني خواتاتي البارح قالوا لي كلشي ريح حطوا لي ريحتي حيت عجبتهم زوينه بزاف. المهم انا خديت هادو بجوج كما كتشوفوا. واحد القضيه فيهم زوينه بزاف شنو هو انهم البنات فيهم 25 مليلتر، يعني تقدري ديريها في الشاكوش. وانا البنات بما انني السيكان ديالي كلهم صغارين تقريبا، فيه كتكون 20 سنتيم هكا في العرض و15 هكا في الطول. فهادو البنات كيجيوني ساهل، ملي كنهزها كنخشى. شوفوا البنات قد كفك، يعني كونفورطابل مانيوال كونفورطابل. ديريها في جيبك انت كاع وسيري خرجي. وبالنسبه لهاد ثلاثه فانا خديتهم البنات المي. كاينه وحده المي، كاينه وحده الفاتحه، وكاينه وحده لاختي العروسه. كاينه هذه بلاك، هذه ديال المي. وخديت الفاتحه بغات جادور. عرفتي الريحه ديال البنات زوينه، واو واعره جادور. بالنسبه لاختي اختارت هذه البنات ارماني. اول مره البنات غنشم الريحه ديالها زوينه بزاف، ريحتها زوينه. المهم هنيئا لها. المهم فبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على هاد لي بارفان يقولوا لي خديجه كيفاش غنتواصلوا بالبنت، انا نخلي لكم البنات الرابط ديالها في صندوق الوصف، وكذلك غنخلي لكم المهم نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف. راه سميتها صفاء، ظريفه كيوت بزاف وكتعامل. وان فوا كتكتبوا لها ميساج فهي كتجاوبكم البنات سور بلاص. الروايح عندها واعرين لحقاش هذه البنات يعني الاصل ديالها يعني من السعوديه، يعني ماركه يعني سعوديه اللي كتصاوب الروايح يعني طبق الاصل ديال الاصليه. في عوض ما غتاخديها ب 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم فتقدري تاخديها بثمن اللي هو رخيص بزاف. وهاد البنات راه كلهم رخاصين. دابا البنات غادي ندوزو مباشره البنات الروتين ديالي. فاول حاجه البنات كما قلت لكم انا غاسله البارح شعيراتي، فانا البنات غادي نستعمل واحد السبراي اللي كيدخل من ضمن الروتين ديالي الصراحه. شوفوا البنات بقى فيه غير شويه. هذا البنات خديت من ادفاتيو اورغانيك اللي كتصاوب البنات لاغام ديال الشعر وكذلك لاغام ديال الوجه.
هذا البنات كنت بارطاجيته معكم في الانستغرام وقلت لكم البنات راه هو اللي متبعها. هذا البنات كيحد من تساقط الشعر، كاين هو الزيت ديالو. بالنسبه لهذا كاين الروح ديال المواد، مثلا الروح ديال الازير، الروح ديال الزاز، الروح ديال الورد، الروح ديال القرنفل، يعني فيه جميع الاعشاب. عرفتي الريحه ديال البنات مجهده. هذا كيدار يعني مركز، كيدار على الجلده ديال الشعر، وكديري حركات دائريه لمده 5 دقائق صافي وكتجمعي شعرك. فبالنسبه لهذا كيدار نهار ونهار لا. المهم بقى فيه شويه البنات، خاصني ندوموندي عاوتاني على الثاني باش يوصلني. الوغ اول حاجه البنات غادي نديرها كروتين، هو انني غادي ندير البنات هذا البرودوي، لحقاش ملي سافرت ما درتوش البنات وانا مولفه البنات كنديرو، لانه كيحد من تساقط الشعر، كينبت كذلك البنات الخلفه، وكيخلي الريحه ديال الشعر كتحمق. هاد البرودوي على شعري. دابا مباشره البنات غادي ندوز للبشره ديالي. انا البنات غاسله وجهي يعني بالجان نيطويون اللي هو هذا البنات ديال افغوشي، تقريبا كلشي غيسالي ليا في دقه. هذا اللاه شوفوا البنات بقى فيه شويه حتى هوايا. المهم انا غاسله البشره ديالي البنات بالجان نيطويون ديال افغوشي. دابا غادي ندوز للمرحله اللي من موراها البنات، بحكم ان البشره ديالي ني مسخه بزاف. يعني شنو غادي ندير؟ غنستعمل البنات هاد سكراب وماسك كذلك ديال سيتي ايف. هذا البنات ديال الشوفان. بالنسبه للبنات اللي عندهم حبوب، شوفوا البنات الحبوب ديالها غير قالها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، يعني كلهم نبلوا ليا في دقه واحده. الوغ البنات شنو غادي ندير؟ الوغ باش نهدر الحبوب خاصني نستعمل البنات هذا الماسك. هذا كنستعملو تقريبا ملي كتكون فيه الحبوب بزاف كنستعملو. هذا البنات ديال الشوفان ديال سيتي ايف، كنت ديجا درت عليه البنات ريفيو، راه يستحق التجربه، جربوا وردوا عليا. الوغ البنات غادي ندير كوماج لمده 10 ديال الدقائق، ومن بعد غنغسل البشره ديالي باش ندوز نستعمل الماسك باش يعطيني واحد الاشراقه للبشره ديالي. بان البشره ديالي البنات ولات رطيطبه. دابا مباشره البنات غادي نستعمل الماسك. فبالنسبه للماسك بغيتو البنات يعطيني واحد لاكله و ميم طون يعني اضغطي ليا، يعني يرطب ليا شويه البشره، بحكم ان الشمس يعني كتنشف البشره، كذلك البنات يعني الماء كينشف البشره. الوغ البنات اول حاجه غادي نستعمل اللي هو البنات غنستعمل الغسول الابيض. هذا البنات كنت خديته من عند كاستوريا ستور. هنا غنستعمل تقريبا ملعقه صغيره ديال الغسول الابيض، بحكم انه كيبيض كينشف كذلك الحبوب وكيعطي واحد ديكله البشره. وثاني مكون البنات غنستعمل من بعد الغسول اللي هو البنات نيدو او حليب بودره. غنستعمل كذلك البنات نفس الكميه تقريبا معلقه صغيره. وثالث مكون البنات غنستعمل اللي هو البنات الكركم. انا البنات من عشاق هاد المكون، كنبغي نديرو في الوصفات ديالي. غنستعمل البنات معلقه صغيره ديال الكركم. البنات كما كتشوفوا هنا البنات عندكم حريه الاختيار، يا اما تجمعوا بدار المسوس، يا اما تجمعوا بماء الورد، بالعسل، يا اما تجمعوا يعني بالحليب. فبالنسبه لي انا البنات غنجمعهم بواحد المكون اللي هو البنات جيل الويفيرا يعني المركز يعني الاصلي. هذا البنات كنت خديته من عند ميفيك، المهم خديته من الرباط سنتر، وخديته البنات ب 25 درهم. المهم خاص غير ولكن كومون واو. هنا البنات غادي نستعمل تقريبا يعني معلقه كبيره باش نجمع المكونات. فبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على الخاصيه ديال جل الالويفيرا، فهو البنات كيضغطي اول حاجه، ثاني حاجه البنات كيبرد دوك الحروق ديال الشمس، وثالث حاجه انه كيغني يعني بالكولاجين، ورابع حاجه هي انها كترطب البشره، كترطبها بواحد الترطيب اللي هو خطير. الوغ البنات غادي نستعمل تقريبا معلقه كبيره باش نجمع المكونات مع بعضياتهم. اخر حاجه البنات غادي نزيدها يعني كاختياريه، هنا البنات غادي نزيد يعني كبسوله ديال فيتامين او، هذه من عند سونتي بيو بريميوم، وراه متوفرين البنات يعني في الباغا فارماسي. فبالنسبه للثمن ديالها كدير 135 درهم البنات، يعني 2700 ريال، وفيها 3 ديال البلاكات. الوغ البنات غناخذ كبسوله ديال الفيتامين غادي نضيفها للخليط البنات. فكما كتشوفوا الخليط هو هذا، كيجي كريمي. غنطبقوا على البشره ديالي وغادي نخليه كان ينشف على خاطره.
فوالا من بعد ما وضعت البنات الماسك، فهو البنات خفيف على البشره. هنا البنات غادي نخليوه كان ينشف على خاطر تقريبا واحد ثلث ساعه. غنمشي مباشره البنات باش نجيب البانيو، باش نتهلا في رجيلاتي، ومن بعد ان شاء الله غنوجد حويجاتي باش ندخل ندوش. المهم خليكم معايا تشوفوا هادشي كامل باش نشوفوا كذلك الروتين من بعد الحمام شنو غادي يكون. خليكم معايا.
فوش الحمد لله على كل حال. يعني مات الماء فكنحس راسي بانني نقيه. والتبريمه البنات اللي استعملت غزاله غزاله غزاله. بون البنات اللي عندكم فلوس حاولوا ما امكن انكم تاخذوها جربوها وردوا عليا. دابا البنات شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ البنات هذاك البخاخ اللي خديت من سيت علي اكسبريس. المهم نفعني البنات. غادي ندير فيها البنات واحد الماء اللي عطاتو ليا ساره. هذا واحد لو بريسيوز كيدار يعني في القطن وكديروا على البشره ديالكم. فبالنسبه لهذا فهو يعني ماركه فرنساويه. كان ساره ديجا عندها جوج وعطاتني واحد وخدات ليا واحد. هذا كيدار البنات اللي عندهم حبوب مثلا كما قلت لكم في الوقيته ديال الرجل. فان البنات كنستعملوا الوغ ما غنستعملوش بالقطن وانما غنستعملوا البنات بهذا البخاخ. غادي نديرو فيه باش دغيا تمصوا البشره ديالي بحكم ان هذا البخاخ يعني كيخرج الهواء على شكل بخار. فوالا كما كتشوفوا غادي ندير غير شويه هكذا. يعني غادي نديرو قبل ما ندير الترطيبه البنات. فوالا فهو كيتغلغل البنات في المسام ودغيا كتشربوا البشره بحكم اننا كنستعملوا داك البخار. فهو دغيا البشره يعني كتمصو ومباشره البنات غادي نرطب البشره ديالي. غنستعمل البنات هاد الكريمه ديال فيشي كما كتشوفوا. هذه البنات كتصلح يعني من بعد ما كتعرض لاشعه الشمس ولكن انا كنستعملها كمرطب فهي زوينه بزاف. فوالا البنات من بعد ما استعملت الكريمه المرطبه يعني اخر حاجه فكنحس براسي بانني وليت نقيه. يعني قبل وبعد البنات كاينه واحد النتيجه لا بالنسبه للرجليه البنات لا بالنسبه كذلك لوجهي كذلك البنات. حكيت خرج مني شله وسخ والحمد لله على كل حال. دابا البنات ان شاء الله غادي نهبط باش نتغدى وغادي نمشي باش نمونطي لكم ان شاء الله هذا الفيديو باش نوضع لكم في اقرب وقت. وخليت لكم الراحه وتتمنى يعجبكم الروتين اللي بعد السفر. يعني روتوشات اللي هما قلالين ولكن كتبان لي فيه اللي هي زوينه بزاف. وخليت لكم الراحه ونلتقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. نوحى لكم الى اللقاء.